اول هرسك احترموا جاي، احترموه وسدوه لاني طرحت جاهي. وانتم نطرح لكم الجيهان، نطرح لكم لا تعبرونا ولا تقدرونا ولا تفعلونا اي حساب ولا اي. ما لكم يا حكومتنا؟ لا الذي ما بيحترمناش ما نحترمش. احمد حجر ما هي تهمته، الدولة ما هي تهمته، واحبسوه اعدموه، الدولة ما هي تهمته، ما بيش انتقدكم فقط. انا شفت الفيديو، اخر فيديو لاحمد حجر، من شاهد الفيديو متأكد ان احمد حجر فعل هذا الفيديو وهو ما بيش معي في البيت حق العشاء. يعني اول مرة احمد حجر يتفاعل هذاك التفاعل، يصيح اول مرة امانة اني كنت اشوف الفقر في وجهه. يعني الادمي واضح ما بيش حق العشاء، فعل فيديو خرج عن النص شوية. صح انه عم الكل، هو غلط احمد حجر انه عم الكل، قال الحكومة كلها الحوثيين عم الكل. زلت لسان وما بشي والدنيا سلامت. فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا العادي. الله هي خلوه ينفس عن الشعب، خلوه يخرج ما في قلب الشعب، ما بش فيها شيء. ما يعني احمد حجر لا يشكل خطر ولا انه يعني بيزعزع من البلد ولا انه يعني احمد حجر حجر تحبسوه حجره. ما خلوه يتحاكى، خلوه يصيح. لا هو بيتواصل مع الموساد الاسرائيلي ولا يعني انتقدكم انتقاد يعني بس عادي انتقدكم، ما لكم يعني. حسستوني انكم طيور الجنة. شو انتقدكم؟ ادخلوا شوفوا التعاليق. لو ما اي اعلامي في صنعاء ينتقدكم ادخلوا شوفوا التعاليق واحكموا بانفسكم. كلهم بيقولوا صح اقسم بالله انك انت ما في قلبي، والله انك صادق، والله انك رجال، والله. يعني الناس كلهم دارين بكم وبافعالكم. انا ما منعمش الكل صح، وضروري اي اعلامي لو ما يكون ينتقد لا يكونش يعم الكل، لان في حكومه صنعاء صادقين مؤمنين، في من انصار الله، في من الحوثي، من كل جماعات، في رجال وصادقين، حتى من اللي في مارب، اللي في رجال في عدن، في السعوديه، في كل مكان، في الصالح وفي الطالح. فالواحد ده يكون يعم الكل، كلكم فايز. احمد حجر غلطه بسيطه بجاه الله، لا عاد شي قبيله خرجت، لا عاد شي قبيله، لا عاد شي قبيلي، لا عاد شي واحد قبيلي في الدوله خرجوا احمد حجر. زلت لسان ضابح والجبح. حتى انا لو ما اجي افعل فيديو وانا سالي والجبدافي، افعل فيديو وانا يعني بكل هدوء ممشط شعري لابس يعني معطر، وافعل فيديو ومتفاعلش ومتشنج. كمان حراف، كمان جاوع، كمان ضابع، يقع فيديو يعني ما عاد ندخل يعني ننعذ المسؤول هذا وندخل جحر المسؤول هذا ونخرج من جحر المسؤول الثاني يعني ضابحين. قتروا يعني عادي قتروا الشعب هذا. نكبتونا 8 سنوات وانتم بتسرقونا بتنهبونا ولا واحد يتكلم كلمة تعال احبس. خلوا الناس يتحاكوا. خرجوا احمد حجر هذا مسكين والله، لا هو حق حبس ولا فيها السكر، مريض تعبان بنت. اقسم بالله العلي العظيم اني منكلم اخوه في التلفون وامه جنبه بتبكي من اسمع بكاء امه. لا عندي شلت امه التلفون من اخو احمد من ابنه وبتكلم، قالت يا مصطفى والله لاحرق نفسي لو ما يخرج مني، لاحرق نفسي. خرجوه معه أسرة، معه عائلة، يخرج يطلب الله عليهم على بطنه وعلى مرته وعلى عياله. حاجز الله. وقالوا يشلوا دوره. طبعا هو محبس في جهاز الأمن والمخابرات. أنا تواصلت مع ناس في جهاز الأمن والمخابرات وقالوا يشلوا دوره. يمكن يشلوا دوره ثقافية، يثقفوا، يوعظوا، مشوا بالغصب. الدورة الذي يصير دورة هذه حق أنصار الله، الذي يصير. أما بالغصب تشله دوره بالغصب، تثقفه بالغصب، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا ما وصلني من أخبار أنهم يشلوا أحمد حجر دوره، ما هوش بالغصب.
اللي ما بلا يصير يعني حبس بالطريقه الرومانسيه، يعني ما شو يقولوا نحبسه، لا احنا عن شله دوري يعني هنا حبسه بس بطريقه كذا يعني. فأحمد حجر يخرج، انتقدكم انتقاد، يعني قلت لكم صح انه عم الكل زلة لسان، وبعدها هو ما بيتكلم، شو هو بيقول لكم ايش بيقولوا الناس، ان ما سر ان ما جاء كلهم بيقولوا هذا الكلام، الحوثيين صاروا سرقونا نهبونا، وهذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام هو صدق، هو ما بيكذبش، هو ما بيتبلاش، هو مش انه محرض من العدوان علشان يزعزع الوضع انتم دارين بالشعب اليمني، والله لا هو حق ثوره ولا هو حق خرجه ولا هو حق شيء، انتم ما قدرش عفاش وهو بالسلاح وهو بالقوه هذه، وطارق عفاش كان معه الجيش، ولا ما قدرش يفعل ثوره ولا قدر يفعل شيء. احمد حجر تخافوا منه، تحبسوه، ما قدرش يفعل ثوره ويزعزع من عفاش. علي عبد الله صالح اللي كنا نبصره هتلر ما قدر، والله ما قدر، ولا حد يقدر يفعل في البلاد اي شيء، لا فوضى ولا ثوره ولا اي شيء. فأحمد حجر خلوا ما معنا لا ايش، نتكلم، نصيح، نخرج ما في قلوبنا، نلعن، نسب، فقط لا ما تحبسوا واحد، دليل خوفكم، دليل ضعفكم، احبسوه خايفين واضحين، يعني فيكم خوف، فيكم ضيق، ضبح من الشعب، ما تشوفوا حد يتكلم، هذا دليل خوفكم، دليل ضعفكم، دليل جبنكم، انتم الجبناء حابس لا يتكلم لا يذيع. انت ليش تحاجة؟ انت خرجوا لا تفتحوا ثغرة انتم للعدوان. الحين بتقولوا الاعلاميين بيفتحوا ثغرة للعدوان لو ما يتكلموا، انتم الذي بتفتحوا ثغرة للعدوان لو ما حبستوا احمد حجر. ادخلوا شوفوا قناة سهيل، ادخلوا شوفوا قناة الحدث، قناة الجزيرة، كلهم احمد حجر الاعلامي العظيم الكبير الجليل العلام المفتي مشوه حبا في احمد حجر، كل القوم تتكلم على احمد حجر، حبسوا الحوثي، مشوه حبا فيه، يشتوا ايش؟ يشتوا يوروا الناس كيف انتم، شوفوا كيف الحوثي، انتم الذي فتحتوا ثغره يا مغفلين، يا عبيطين، يا اغبياء. احمد حجر غلط، زلت لسانه، يا اخي تعال كلمة والله يفتح عليك، لا تحتجزوش، لا تفتحوش انتم ثغرات يا مباليد. ايش من دولة هذا، ايش من حكومة، ايش من دولة وايش من حكومة. والله ان ما قال احمد حجر فيكم انه 1% من ما في قلبي، 1%. قال لا احبسه، هذا بيشتغل تبع العدوان ولا يعني ما قالوا الشاك هذا، ولكن متأكد انه هذا ما في راسه، ايوه هذا تبع العدوان، هذا بيحرض لزعزعة الامن الداخلي. ايش الخوف الذي فيكم، ايش الجبن، ايش الضعف الذي فيكم. انت يا اخي على الحق، مسيرة قرآنية وعلى الحق، والله لو 1000 حجر تتكلم علينا ما نخاف ولا نزعل ولا عادي يضحك، واحنا على الحق، الله معانا. نخاف من احمد حجر ومن الذي يصدقوه ومن الذي اي معاكم عقول، انت على حق خلاص، والله لو انت لحالك لا تجيش، انتم دولة وتخاف لي من اعلامي، تخاف لي من واحد من اثنين لا يحرض لا هذا دليل انك على باطل، مشك على حق على باطل. لو واحد يتكلم على وتنبع تحبسه، وين الحق؟ كم كانوا يقولوا على رسول الله ساحر كذاب مدري منافق، وكانوا يحرضوا على النبي، حبس واحد، ليش بتقول علي؟ ليش بتحرض المؤمنين علي؟ ليش قال الله للنبي وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، لحالك، وقف لحالك، انت على حق، وقف لحالك، لا تدور شو لحالك، من جامعك لحالك. ليش؟ لانك على الحق. اذا انتم على الحق، والله لو الدولة واحد فقط على الحق والكل بيتكلم عليه ما يخافش، وهذا انتم دولة وتخافون من شخص، دليل انكم على باطل. خرجوا احمد حجر لا عاد شي قبيليه. وثاني شيء رسالة إلى الدولة، إلى جهاز الأمن والمخابرات. في بعضهم في جهاز الأمن والمخابرات يشتي يدكها أنه المحقق كونان يتابع أي إعلامي يراقبه، إذا وصلت لهذا الإعلامي 20,000 يقول هذا رسلوا له زلط،
تبع العدوان علشان يزعزع الوضع في الداخل، علشان ينتقد الوضع في الداخل. يا كنن يا عبيط، زيادة الذكاء غباء. بعضهم الشيء يا سعم علشان يركوه في العمل، يرفع تقارير على هذا وعلى هذا. وهو غبي عبيط بيضر البلاد لاجل يتركى، يندع نثره، هو الذي بيزعزع امن البلاد بهذه التقارير. يعني لو ما يرفع تقرير على احمد حجر ولا يرفع تقرير على مصطفى المومري، ولا انت الذي زعزعت امن البلاد، انت الذي خليتهم يجوا ينتفوا مصطفى ولا احمد حجر ولا هذا الاعلامي ولا، والكل تكلم عليكم والكل عنكم والكل نسبكم انت زعزعت امن البلاد يا حمار علشان يركوك، علشان يرفعوا لك نجمه يا طرطور يا صعلوك يا سفيه. والله ما همك البلاد ولا همك الوطن، ان همك الرتبه، يندعوا لك انا رتبه ويزيدوا راتبك 5000 يا سفيه يا طرطور. ولا اعرف النفسيات، اعرف. قال الله للنبي ولو نشاء لرأيناكم فلعرفتهم في لحن القول. اقسم بالله انك تعرف الصادق والكاذب من كامه. الامن والمخابرات الخبير، اقسم بالله انك غبي وانك عبيط. هؤلاء الاعلاميين الذي في صنعاء، لو احنا مع العدوان ان احنا من زمان، وانا مع العدوان من قبل 7 سنوات وانا معاهم. شو اصبر 8 سنوات على الجوع على الفقر على الظلم، وفي الاخير يصير معاهم. ها الان السعوديه والامارات خاضعين لنا بيتمنوا الحل معانا. هؤلاء السعوديه والامارات الان خايفين مننا، واحنا عنصر معاهم، عنصر الان معاهم في الوقت الضايع، وقدهم نادمين وقدهم خايفين وقدهم بيدوروا حل، ورجع نصير معاكم عقول. احنا الاعلاميين الذي صابرين من قبل 8 سنوات، عن جد نصبر 8 فوقها، نصبر 100 سنه وفاء لله وللبلاد وللشهداء وللشعب، باوش علشانك، ما اناش خايف منك. لو انا مع العدوان شاسر معاهم، شاقرحها من صنعاء واقول انا مع العدوان، انا مع العدوان، شاقول هكذا ما اناش خايف، اقول انا جاوع انا ضابح، ما شاخف منك، شاسير لا قدنا ذيك شاسير عندهم واتكلم من عندهم واحرض انا في بلادي في وطني. انا وغيري من الاعلاميين عرضوا علينا، اقسم بالله انهم عرضوا علي ملايين عرضوا علي في جوازات للخارج هذه بلادي. والله ما اخرج، ما اعيش واموت الا في صنعاء. ولا هؤلاء الدولة هذا يعني زيدت الفساد الظلم، ما استجابت لاصواتنا. اقسم بالله لا نخرج ندسعكم، لا كل وزارة ولا كل بيت مسؤول، والله لا ندخل لك للبيت. ما نهربش ونحرض من خارج، ما احرض الا من انا من داخل. كونوا دعوكم صلوا على النبي، لا تكونش تصدقوا للتقارير. المومري العلاف احمد حجر ارفع تقرير، ارفع مدري ما طابز بهذا علشان